سجن سيدنايا، الجحيم المخفي في سوريا. سجن سيدنايا مكان بعيد عن الأنظار، تتحول فيه الحياة إلى كابوس لا ينتهي، أو بالأحرى الحياة فيه كأنها كابوس. مكان معزول يتواجد وسط الجبال، كأنما هو جحيم على الأرض. في هذا الفيديو سوف نأخذكم في رحلة إلى واحد من أسوأ وأخطر السجون في العالم، حيث تعاش فيه القصص المأساوية التي تفوق الخيال. استعدوا لاكتشاف السجن الذي أرعب ملايين السوريين. يقع سجن سيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال دمشق، وسط جبال صخرية تخفي أسراره المظلمة. افتتح السجن عام 1987. كان في الأول كمركز لاحتجاز العسكريين المخالفين، لكن مع مرور الزمن تحول إلى مكان لاحتجاز المعارضين السياسيين والنشطاء، ليصبح رمزا للقمع والظلم في سوريا. بعد عام 2011 ومع اندلاع النزاع السوري تغير دوره بالكامل. أصبح السجن مركزا للاعتقالات الجماعية، حيث كانت جدرانه شاهدة عن معاناة آلاف الأبرياء. الحياة داخل سجن سيدنايا ليست سوى كابوس. الزنازين ضيقة ومزدحمة بالسجناء، بالكاد يجدون مكانا للجلوس أو النوم. الصمت المفروض بالقوة جعل من كل صوت خطرا، وأي محاولة للكلام كانت تقابل بعقوبات قاسية. أما التعذيب فقد كان جزءا من الروتين اليومي، الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والتحقيقات الوحشية كانت واقعا يوميا للسجناء. لكن الأكثر رعبا هو الإعدامات الجماعية التي كانت تتم بسرية تامة في مشاهد تفوق كل وصف. من بين أبشع الجرائم التي ارتكبت في سيدنايا كانت الإعدامات الجماعية بين عامي 2011 و 2015. قتل فيها أكثر من 13 ألف شخص وفقا لتقارير موثوقة. كانت الإعدامات تنفذ بعيدا عن أعين العالم في أماكن سرية داخل السجن. السجناء الذين كانوا ينتظرون مصيرهم عاشوا لحظات مليئة بالخوف والرعب. تنفذ الإعدامات بالرصاص أو الخنق في مشاهد تترك أثرا لا يمحى. الناجون من هذا السجن قدموا شهادات تصف الجحيم الذي عاشوه، حيث أحدهم قال: كنت أفضل الموت على العيش هناك. كل يوم كان عذابا مستمر، وكل لحظة كنت أشعر أنها قد تكون الأخيرة. وشهادات أخرى تحدثت عن العزلة التامة، حيث كان السجناء يجبرون على الصمت المطلق. أي كلمة قد تكون سببا في عقوبة قاسية وتؤدي بهم إلى الموت. كانت الظروف الصحية في السجن مروعة تماما. الطعام بالكاد يكفي للبقاء على قيد الحياة، والرعاية الطبية شبه معدومة. الزنازين كانت بؤرا للأمراض المعدية التي انتشرت بسرعة بين السجناء. الجوع والمرض كان جزءا من حياة السجناء اليومية. كثير ماتوا بسبب أمراض يمكن علاجها بسهولة، لكن الإهمال الطبي حولها إلى أحكام بالإعدام البطيء. منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش قامت بتوثيق هذه الجرائم المروعة، وطالبت بتحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين. لكن السؤال يبقى: هل ستكون هذه الجهود كافية لوقف هذا الجحيم؟ هل ستتم محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة؟ على رأسهم بشار الأسد. سجن سيدنايا ليس مجرد مكان على الخريطة، بل هو رمز لمعاناة آلاف من الأبرياء الذين عايشوا فيه الجحيم. حديثنا عن هذا السجن ليس فقط لتوثيق ماضٍ مظلم، بل هو تذكير لنا جميعا بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان. ما رأيك عزيزي المشاهد؟ هل تعتقد أن العالم قادر على إنهاء هذه المعاناة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.